أحبتي شباب الديوانية وذيقار وبابل وبغداد وكل محافظات العراق، لربما تسألون ما الذي يضيء دربي في العمل؟ حقيقة إنه بصيص الضوء الساطع من عيونكم، إنه حميم الروح والطموح وحرصكم، إنه الماضي الذي عشتموه والحاضر الذي تعذبتم فيه والمستقبل الذي ينتظركم، إنه أنا وأنتم والآخر، إنه نعم ورفض الكلا والتناحر، إنه العراق بأرضه بطوله وعرضه، إنه بلادي التي فيها أتفاخر، إنه الفقير في خبايا الأقضية والنواحي وفي طرقات المتاجر، إنه الموت الذي يسكن فينا حتى تحولت شوارعنا والبيوت مقابر. سؤال: لماذا؟ لأن العراق بحاجة إلى دماء جديدة وأرواح مفيدة وعقول ترمي حزنها وتعيش سعيدة، ولأن أمهاتنا ضجا بالعوي والبكاء وصارت أيامنا مليئة بالحزن والعناء، ولأن أحلامنا تحطمت بين شقي من الساسة وعالم لا يفقه العلم وليس من العلماء، ولأن الشباب تهمشت حقوقهم وحوربت كفاءاتهم واخرست وكفت أفواههم، ولأن الطائفية مزقت جسد العراق وأهل الخير استبدلوا بأهل الشر والنفاق، ولأن الشريف في بلدي مهان وانقلب في عراقي العدل والميزان، ولأن المفسد والسارق مكرما والنزيه والسوي محاربا ومتهما. حركتنا هي حركة اتحاد قوة شبابية فكرية عراقية لا تعرف المستحيل، اسمها يدل على عنوانها حركة الشباب العراقي البديل، تعمل بكل ما لديها من طاقات تقنية فنية إدارية اجتماعية نسوية رجالية بكل محافظات العراق، موزعة على كافة أنحاء المدن والأقضية، ومؤمنة بروح المواطنة والولاء للعراق وأرضه ومقدساته وأمته. حركة تريد أن تجمع شبابنا الاختلافات الطائفية، تؤمن بدولة الحريات والديمقراطيات ودولة المؤسساتية، لا تميزنا الشعارات ولا المناطق، ولا يهمنا لسان الأعضاء أي لهجة الناطق، نحن ندعم المخلص من الساسد، المخلص فقط، ونحارب الفاسد. نحن من يرفض الفساد ويريد أن يعود وتعود الرحمة والعدل للعباد. نحن صحيح لا نملك الأموال ولكننا نملك الأفعال. حركتنا مقسمة على أغلب المحافظات العراقية، لا تفرق في انتمائها وانتماء أعضائها إن كانت طائفيتهم سلمية أم شيعية، لا تنظر إلى ما تملك أو ما سوف تقدمه لنا، بل مؤمنين بأنك سوف تكون عضوا في حركة فكرية ثورية. إنها حركتكم يا شباب العراق لكي تكونوا رجال الغد وقياداته المستقبلية، وتقولون للجميع نحن قادمون لنكسر شوكة الموت بابتسامة الحياة، قادمون لكي نرسم الحب بدلا من الكره والممات، قادمون لكي نفكر ندبر ونفكر ونخطط ونفكر مرة أخرى، قادمون لنذهب لكل شهيد وجريح، قادمون لكل أم وأب فقدت عزيزا عليها وما زالت ألما تصيح، قادمون دون رجعة لنضع البسمة على شفاء أطفالنا بدلا من الدمع، قادمون لك يا عراق يا كامل الأوصاف، شبابك وأحبابك نحن من العين حتى القاف، قادمون لنواجه الموت بأفكارنا وعقولنا، لا نهاب أحدا ولا نخاف. منذ العام 2003 بل منذ زمن النظام المقبور ولغاية اليوم والعراق يقطر دما، والإرهاب يأخذ أرواحنا ويبيع علينا الكفن. منذ العام 2003 بل منذ الظلم والنفور زمن البعث، والعالم كله يتقدم وعراقي يتأخر، العالم يستلم النتائج
والعراق ما زال يمتحن. منذ العام 2003 بل منذ دهور ونحن الشباب نعيش الضياع، تائهين فاقدين للأمل، مواطنين ولكننا دون وطن. منذ العام 2003 بل منذ أن كان الفقير يعيش في البيوت، وصدام الملعون يعيش هو والجلاوزة في القصور، والطفولة تقتل ومستقبلها مكبل، وتعيش أحلامها بين الهم والشجن. ولكن هل سوف نبقى على نفس الحال أم نغير سياستنا ونزن الأمور بألف مكيال؟ نعم أيها الشباب، نحن الآن ثورة من الجنوب حتى الشمال، ثورة عقول لا تكل ولا تمل ولا يعرف أعضاؤها المحال. شباب وحدتهم إرادتهم وقوتهم، كيف لي أن أصفهم غير أنهم والله تالله هم الأبطال. وشكرا جزيلا للحضور.